السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عاملين فيديو جديد مع بعض، فيديوهاتنا ازاي تشطب شقتك والاخطاء اللي بنقع فيها واحنا بنصمم او بننفذ مطابخنا. في حاجات كتير جدا جدا منتشره، واحيانا في ناس ما بتاخدش بالها منها، فبننوه عليها قبل ما تبدا تفكر في المطبخ بتاعك. فمن ضمن الحاجات اللي هنقول نخلي بالنا منها، بس في نقط سريعه، ليها فيديوهات هي كنت عاملها قبل كده فهقولها في نقط سريعه عشان الفيديو يكفي بس. اول حاجه نعمل جريلا او بلاعه او بيبه في المطبخ، ما ينفعش ما تعملهاش. ليه؟ اسباب. في فيديو كنت منزله، يا ريت ننزل نبقى نبص عليه. تمام، هقول بسرعه يعني. تاني حاجه صرف الغسالات، سواء غساله هدوم او غساله اطباق، على المداد مش على البلاع او البيض. عندنا رقم ثلاثة، نخلي بالنا البوتاجاز ما نحطش البوتاجاز جنب الثلاجة أو جنب الحوض مباشرة. نراعي مثلث الحركة ونحط كل حاجة في مكان، ولو اضطرينا لضيق المكان نتحط البوتاجاز جنب الحوض على الأقل هنسيب 60 سم. البوتاجاز برضو في نفس الوقت يبعد عن ال- العداد بتاع الغاز، نعمل حسابنا برضو واحنا بنقسم وبنعمل ديزاين 60 سم من وش العداد. عندنا كمان ما تحطش الحاجة المنتشرة جدا جدا جدا، وحطيتها فيديو مخصوص كبير كده في سلسلة اسمها ما تقلدش الأجانب. ما تحطش الشباك فوق الحوض، وحط الحوض بتاع الحيطة، قصدي بتاعة المنور، تتحط فيها بوتاجاز، ما ينفعش تحط فيها حوض. ليه؟ للأسباب اللي موجودة في الفيديو اللي أنا بقول لحضراتكم عليها. عندنا نستعمل فوق البوتاجاز نستعمل هود، بلاش فلتر. الهود بيصرف ويطلع دخان بره، انما الفلتر بيفلتر بس من الزيوت ويرجع لك السخونيه تاني للمطبخ. السيراميك، ما تعملش سيراميك في السقف نهائي نهائي، ده مرفوض، غلط، كارثه طبعا. الفتره الاخيره ناس بقت بتعمل سيراميك بس في الباك سبلاش، طبعا خطأ جدا. وانا قلت قبل كده ليه الاجانب بيوفروا يا جماعه الموضوع ده، وانا كنت عامل فيديو برضه عن الموضوع ده تفاصيله شويه. انما الموضوع ده لو اتعمل هتلاقي بعد فتره ورا وحدات المطبخ اتكون عفونه، اللي هي الفطريات طبعا، نتيجه الحراره والرطوبه الموجوده في المكان. عندنا باب المطبخ، ما نعملش باب مطبخ مفصلي يفتح يخبط الناس اللي جوه. الافضل ما نعملش، ولو هنعمل يكون جرار او بوكيت اللي هو بيخش في الحيطه. ان السيراميك يا جماعه اللي بنستخدمه ما نخلوش مط، قدر الامكان يكون لامع عشان سهوله النظافه، ما يبقاش فيه زيوت ويلزق وكده. اخر حاجه ما نخلي الكاونتر توب بتاعنا بتاع المطبخ جرانيت او كوارتز، بلاش موضوع البورسلين اللي بدا ينتشر ده، عشان برضه في فيديو في سلسله تلاتش الاجانب كنت عامله. ربنا يوفق حضراتكم. انا في عجاله سريعه حبيت الم لكم الموضوع يعني، ربنا يوفق حضراتكم مع فيديو جديد ان شاء الله زي تشطب شيء. سلام عليكم.